كل مباريات الموسم دي قوم، ومباراه الاهلي والزمالك دي قوم تاني خالص. لان زي ما قال اليوتيوبر الكبير الزملكاوي الهستيري، قال لك لو انا خسرت من النادي الاهلي وفزت بالدوري انا مش هحس بالدوري. فبالنسبه لجمهور نادي الزمالك الماتش ده مهم جدا، فلو خسروا وكسبوا الدوري زي ما الهستيري قال لك انا مش هحس ولا هفرح بطعم الدوري. بالنسبه للنادي الاهلي فنادي بيراميدز هيسقط. نادي بيراميدز قدامه انبي، نادي صعب جدا. نادي بيراميدز قدامه نادي سيراميكا، نادي اصعب واصعب ومن افضل الفرق في الدوري. نادي بيراميدز قدامه نادي سموحه، فريق عنيد. فنادي بيراميدز هيسقط. فبالنسبه لجمهور النادي الاهلي وبالنسبه لي كاهلاوي، انا بالنسبه لي لو فزت الماتش ده هيبقى قدامي فرصه ان انا انافس على مقعد في دوري الابطال، ودي اهم حاجه بالنسبه لي، ان انا العب دوري ابطال الموسم الجاي. فهو انت كاهلاوي حد يضحك عليك ويقول لك الماتش ده مش مهم، انت خلاص ما بقتش تنافس، لا. لعيبه نادي الزمالك انا بقول لك من دلوقتي هينزلوا مستهترين بالماتش. وعندك هقول لك في التوقعات ايه اللي هيحصل، النادي الاهلي اللي هيفوز ولا نادي الزمالك اللي هيفوز. اقول لك في التوقعات بس بعد ما اقول لك تشكيل النادي الاهلي اللي بحلف لك ما حدش هيعرف يجيب لك التشكيل ده، لانه صعب جدا جدا. فيه لعيبه انت مش هتتوقع اللعيبه دي ازاي في المركز ده اصلا. عايزك قبل ما نبدا تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالى نبدا. هنبدا بمركز حراسه المرمى، واقول لك اخيرا رجوع محمد الشناوي. تقول لي اخيرا، هقول لك ايوه اخيرا. محمد الشناوي مش بس مهم كلاعب، محمد الشناوي مهم كقائد. في غياب محمد الشناوي احنا اصلا ما كناش بنشوف قائد. تريزيجيه مش قائد، تريزيجيه ما عندوش شخصيه القائد. القائد الوحيد والاول في النادي الاهلي حاليا محمد الشناوي، بيعرف يوجه اللعيبه، انت تلعب كذا، انت تروح كذا. فلو تريزيجيه قائد ما بيبقاش بيعمل كده. فمحمد الشناوي مهم كقائد وكلاعب في ظل تراجع مستوى مصطفى شوبير. فمحمد الشناوي بنسبه مليار في الميه هيكون اساسي. تعالى بقى نخش للاصعب والاصعب، خط الدفاع اللي حصل فيه لبش كبير جدا جدا. عرض لك القائمه وانا بكلمك كده، وطبعا غياب ياسر ابراهيم في قائمه المباراه. فغياب ياسر ابراهيم هيكون عندنا خط الدفاع هيتكون من ياسين مرعي، وهيكون جنبها هادي رياض. هتقول لي عمرو الجزار فين؟ اقول لك عمرو الجزار هيبقى على الدكه، احنا جايبينه ب 60 مليون عشان ينور الدكه وعاطين له احمد رضا، مش شغلتنا. احنا عندنا في حلقه النهارده التشكيل، فياسين مرعي وهيكون جنبيه هادي رياض في خط الدفاع. وهادي رياض بالنسبه لي افضل من ياسين مرعي. يعني لو كنا لعبنا عمرو الجزار وهادي رياض كان افضل، بس اللي هيلعب في المباراه دي خاصه هيكون هادي رياض وياسين مرعي. تعالى يا باشا نخش على مركز المفاجاه بقى، مش اسمه مركز البكريت، لا، مركز المفاجاه. وغياب محمد هاني لتراكم الانذارات، فيكون مكان محمد هاني مش احمد عيد طبعا. مكان احمد هاني هيكون احمد رمضان بيكهام. احمد رمضان بيكهام بيلعب جامد يعني هو حلو في المركز ده، يعني مش حلو، هو افضل الوحشين في المركز ده، يعني اللي بعد محمد هاني اعتبر افضل من احمد عيد. نروح بعد كده لمركز خط الوسط، ومركز خط الوسط هو المركز الوحيد اللي بيقدر يتحكم في رتم المباراه، سواء هجوميا سواء دفاعيا، سواء بيعلي الريتم سواء بيبطئ الريتم. فمركز خط الوسط هيكون معانا مروان عطيه كخط وسط مدافع، قدامه الاثنين دول هيكون تريزيجيه واحمد السيد زيزو. احمد السيد زيزو مش مصاب، وكل اللي يقول لك احمد السيد زيزو هرب هيهرب يروح فين يا جماعه؟ احمد السيد زيزو احسن ماتش عمله في الموسم ده مع النادي الاهلي كان قدام الزمالك في السوبر. فاحمد السيد زيزو هيكون اساسي، لكن في مركز 10 هو تريزيجيه، وهقول لك ليه قدام. تعالى بقى يا باشا نروح بعد كده لمركز الجناح الايمن. الجناح الايمن طبعا رجع لنا حسين الشحات، اللي هو شايفه ان هو افضل لاعب في الاهلي، افضل لاعب في الاهلي كروح، افضل لاعب في الاهلي كشخصيه، كافضل لاعب في الاهلي كهو بيحب النادي الاهلي. فحسين الشحات برضه مستواه كويس، مش هقول لك عشان بيحب النادي الاهلي بس، لكن مستوى حسين الشحات افضل من زيزو، فهيكون في مركز جناح الايمن. تعالى بعد كده نروح لمركز الجناح الايسر. تريزيجيه هيكون في مركز 10، في الجناح الايسر هيكون فيه اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي هيكون في مركز الجناح الايسر، تريزيجيه هيكون في مركز خط وسط مهاجم. امام عاشور، لا، امام عاشور في السعوديه، بهزر. امام عاشور مركون على الدكه، مالكش دعوه بيه دلوقتي. امام عاشور هتلاقيه على الدكه لان مستواه سيء يا جماعه. امام عاشور بتلاقيه ما بيجريش على الكوره ولا بيعافر، لا، امام عاشور الكوره جات له بيباصي وهو مكانه، ما بيجريش خالص. امام عاشور بنسبه كبيره هيكون على الدكه. تعالى بعد كده نروح للمهاجم بقى. المهاجم مش هيكون لا محمد شريف ولا كاموش، ولا هتلاقي حتى مروان عثمان اوتاكا. المهاجم هيكون كله بيقول لك شريف عشان حظه مش عارف ايه، والله حظ يا جماعه. في كره القدم ما فيش حاجه اسمها حظ. كره القدم انت بتجتهد وانت مستواك عالي هتسجل اهداف. ما تقوليش انا انزل وبالحظ واجيب اجوان بالحظ، لا، ما فيش الكلام ده. ناصر منسي بيجتهد مع نادي الزمالك وبيجيب اجوان، ما تقوليش ده حظ، ما فيش حاجه اسمها حظ في كره القدم. تعالى يا باشا بعد كده نقول لك المهاجم، والمهاجم هو طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر هو مش كويس ومش عالمي، لكن افضل من شريف، افضل من مروان عثمان اوتاكا، افضل من كاموش. فهو هيكون في مركز المهاجم لاعب بيعافر، لاعب عنده لياقه بدنيه تساعده ان هو يكمل المباراه للاخر. تعالى يا باشا نخش بعد كده في الجزئيه اللي بعد كده في حلقه النهارده، وهي التوقعات. التوقعات دي مهمه جدا جدا، يعني مستاهل هي اهم من التشكيله بالنسبه لي، لان فيها صعبه.
التوقعات دي صعبه جامد. فيا باشا في توقعات، اول حاجه كابتن معتمد جمال اول ما بيبدا اي مباراه، يعني اي خصم قدامه نادي انبي حتى، بيبدا المباراه دي ازاي؟ بيبدا المباراه دي ان هو بيسيب الكره للمنافس ويبدا بقى يستقبل اللعب ويلعب على المرتدات. فده هو اللي هيعمله قدام النادي الاهلي، يلعب قدام اي حد بيلعب كده. فيلعب قدام النادي الاهلي ان هو هيدافع ويلعب على الكره المرتده. تقول لي قدام النادي الاهلي، اقول لك هو بيعمل قدام اي حد كده. فالنادي الاهلي هيستغل الفرصه دي ازاي؟ ان هو عنده لعيبه هي جودتها عاليه يا جماعه، لكن ما بتطلعش الجوده. يعني لو كل لاعب في النادي الاهلي هيطلع الجوده هيبقى لاعب سوبر ستار، سوبر ستار حرفيا. هنعمل ايه بقى؟ النادي الاهلي يا جماعه اول حاجه يعملها هيضغط في اول حاجه، والنادي الاهلي هيسجل هدف من الدقيقه 10 لحد الدقيقه 25. يعني عد معايا كده او احسبها او سجل كلامي ده. النادي الاهلي هيسجل هدف من الدقيقه 10 للدقيقه 25. النادي الاهلي في الفتره دي هيسجل هدف. تقول لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش، هو ده اللي هيحصل. النادي الاهلي هيسجل هدف في الفتره دي. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ بعد كده نادي الزمالك هيفك بقى من سيرات ان انا استقبل اللعب وهيضغط على النادي الاهلي. النادي الاهلي هيدافع دفاع مستميت، هيدافع دفاع جامد جدا. هتقول لي ازاي؟ اقول لك والله هو ده اللي هيحصل. النادي الاهلي هيدافع دفاع، وقال له والله ده يحصل، ده مجرد توقعات يا جماعه. النادي الاهلي هيدافع دفاع جامد جدا. الشوط الاول هيخلص 1-0 للنادي الاهلي. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ولا تقول لي ازاي؟ انا ابدا الحلقه كلها كده. النادي الاهلي هيخلص الشوط الاول كسبان 1-0. طب هنبدا الشوط الثاني، نادي الزمالك هيكون اللعيبه بتاعته ارهقت حرفيا او جالها ارهاق من كتر الضغط اللي ضغطه من الدقيقه 25 لحد نهايه الشوط الاول. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اللي هيحصل بعد كده ان النادي الزمالك لو ما عرفش يسجل لحد الدقيقه 60، النادي الاهلي هيرتد عليهم تاني ويسجل الهدف الثاني. اللي هيحصل نادي الزمالك هيسجل هدف في الدقيقه 80 والمباراه تخلص 2-1 للنادي الاهلي باذن الله. دي مجرد توقعات، بس اللي انا شايفه بطريقه لعب النادي الاهلي واللي انا شايفه بطريقه لعب نادي الزمالك، انا شايف ان النادي الاهلي هيفوز على نادي الزمالك 2-1، ونادي الزمالك هيسيب الكره للنادي الاهلي. وكل اللي انا بقوله لك ده باذن الله يحصل. والتشكيله، يعني التشكيله دي انا شايف ان التشكيله دي انسب. هتقول لي طب ازاي احمد رمضان بيكهام مكان مع احمد عيد؟ واحمد عيد ده مركزه اصلا. اقول لك ان احمد رمضان بيكهام بيجيد اللعب في المركز ده وهو كويس في المركز ده عامه. يعني لو هيدافع بس، يعني لو هيدافع كده ويوقف مثلا شيكو بنزا ويوقف اللعيبه دي فهو هيقدر عليهم. لكن احمد عيد مش هيقدر على شيكو بنزا، هو شيكو بنزا مش بيمرس، هو شيكو بنزا سريع. فالافضل في المركز ده يكون احمد رمضان بيكهام، وان شاء الله حسين الشحات يكون في مركز الجناح اليمين، بن شرقي في مركز الجناح الشمال، طاهر في مركز المهاجم. زي ما قلت لك خط الوسط هيكون عندنا مروان عطيه قدامه تريزيجيه وزيزو. خط الدفاع هادي رياض، هيكون مع هادي رياض هيكون ياسين مرعي. احمد رمضان بيكهام زي ما قلت لك، كوكا والشناوي، وده اهم عنصر. واللي انا يعني مستبشر خف الشناوي يا جماعه. شايف ان الشناوي باذن الله يقدم مباراه كبيره جدا جدا كقائد وكلاعب داخل الملعب، وان شاء الله يقدم مباراه كبيره جدا جدا ونسترجع القوه بتاع محمد الشناوي. لان زي ما قلت لك احنا محتاجين محمد الشناوي كقائد اكتر ما احنا محتاجينه كلاعب. محمد الشناوي باذن الله يقدم مباراه كبيره. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا. يا رب تكون الحلقه عجبتك، وان شاء الله نحتفل بعد فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك 2-1 زي ما قلت لك. استنى في حلقه جديده. سلام.